انتوا عارفين ان سيدنا عثمان بن عفان عنده حساب في احد البنوك في السعودية لحد دلوقتي؟ ويا ترى ايه هي قصة فندق عثمان بن عفان اللي تم بناؤه جنب المسجد النبوي دلوقتي؟ طب يا ترى في ورثة موجودين لسيدنا عثمان بن عفان وموجودين لحد دلوقتي وهم اللي بنوا له الفندق؟ طب اسمعوا معايا القصة دي وهتتعجبوا جدا. بعد هجرة المسلمين للمدينة المنورة وزيادة عدد المسلمين، زاد احتياج المسلمين للمية، وكان في المدينة في بير كبير اسمه بئر روما. البير دوت كان من أحد المصادر الرئيسية لتوريد المياه في المدينة المنورة، لكن البير دوت كان بيملكه واحد يهودي، بس يهودي مستغل بمعنى الكلمة، كان بيبيع المية ولو حتى بالقطرة. سيدنا عثمان لما عرف قصة المية واليهودي قرر ان هو يشتري البير، وراح للراجل اليهودي يعرض عليه ان هو يشتري منه البير، لكن اليهودي رفض ان هو يبيع البير لسيدنا عثمان. سيدنا عثمان فوضوا على انه يشتري منه نص البير، فوافق اليهودي على انه يبيع له نص البير، فكان البير مقسوم بالنص بين الراجل اليهودي وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، يوم لليهودي ويوم لسيدنا عثمان رضي الله عنه. واللي خلى اليهودي انه يوافق يبيع البير لسيدنا عثمان بن عفان انه قال لسيدنا عثمان بن عفان تاجر شاطر وهيقدر ان هو يرفع سعر المية، وبالتالي اليهودي هيقدر برضو يرفع سعر المية ويزداد مكسب اليهودي. لكن حصل العكس، واليوم اللي كان عليه الدور لليهودي ان هو يبيع مية محدش كان بيروح يشتري منه، فاليهودي تعجب وقال ليه مفيش حد بيجي يشتري مية في اليوم اللي عليا في الدور. فقعد يدور ويبحث واكتشف ان سيدنا عثمان خلى اليوم المخصص ليه لوجه الله، فخلى الناس ياخدوا من المية زي ما هم عايزين لوجه الله، فبقى الناس كلهم يروحوا في اليوم بتاع سيدنا عثمان بن عفان ياخدوا كفايتهم من المية، واليوم بتاع اليهودي محدش بيروح ولا بيعبره. فاليهودي حس بالخسارة وقرر ان هو يروح لسيدنا عثمان ويعرض عليه ان هو يشتري منه البير. سيدنا عثمان بن عفان وافق، وفعلا اشترى منه البير ب20,000 درهم، وخلاه وقف لله تعالى يشرب منه كل المسلمين. بعد فترة جه احد الصحابة يعرض على سيدنا عثمان ان هو يشتري منه البير بضعف ثمنه، فرفض سيدنا عثمان، فالصحابي رفع سعر البير ل3 أضعاف، فرفض سيدنا عثمان وقال له اتعرض علي اكتر من كده، ففضل الصحابي يرفع في سعر البير لحد ما وصل ل9 أضعاف ثمنه، فرد عليه سيدنا عثمان وقال له اتعرض علي اكتر من كده، فرد الصحابي باستغراب وقال له مين في المدينة يقدر يشتري منك البير ب10 أضعاف؟ فرد عثمان بن عفان وقال له ربنا عطاني على الحسنة 10 أمثالها، وجعل سيدنا عثمان بن عفان البير وقف لله تعالى. بعدها بفترة بدأ النخل ينمو حوالين البير بكمية كبيرة جدا، وبعد فترة من الزمن أصبح النخيل بينمو حوالين البير، فاعتنت الدولة العثمانية بالنخيل لحد ما كبر، وبعديه جت الدولة السعودية واعتنت بيه لحد ما وصل عدد النخل 1550 نخلة بيتم سقياهم من بئر عثمان بن عفان رضي الله عنه. وأصبحت الدولة المتمثلة في وزارة الزراعة في السعودية بتاخد التمور وتبيعها، ويتقسم نصها على الفقراء والمساكين، والنص التاني اتحط في البنك في حساب باسم عثمان بن عفان رضي الله عنه بتديره وزارة الأوقاف السعودية، وفضل المال يكبر في البنك لحد ما وصل لمبلغ قدروا ان هم يشتروا بيه قطعة أرض في المنطقة المركزية المجاورة للحرم النبوي، وتم عمل عمارة فندقية كبيرة من الأراضي اللي بيطلع من البنك. والبناء دلوقتي في المرحلة الأخيرة، وهيتم تأجيره لشركة فندقية من فئة ال5 نجوم، ومن المتوقع أن الإيراد يوصل ل50 مليون ريال سعودي، نصها للأيتام والمساكين والنص التاني في حساب عثمان بن عفان رضي الله عنه. والعجيب أن الأرض متسجلة رسميا في البلدية باسم عثمان بن عفان رضي الله عنه. سبحان الله، دي التجارة مع ربنا اللي استمرت لمدة 14 قرن. تخيلوا ثوابها قد ايه. لو هتعمل اي عمل حتى لو عمل صغير لا يساوي مثقال ذرة مش هيضيع ابدا عند ربنا، وربنا هينميهولك لحد يوم القيامة، بس اهم حاجة تبقى مخلص في نيتك. اللهم ارحم عثمان بن عفان رضي الله عنه والحقنا به على خير، ربنا يستعملنا ولا يستبدلنا. أتمنى يكون الفيديو عجبكم وأفادكم، وأشوفكم في فيديو تاني إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.